بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه. أما بعد، كثير من الناس للأسف لا يحل له المجلس إلا بأن يذكر الناس في أعراضهم، ولا يستطيع قضاء مجلسه إلا إذا ذكر فلان أو فلانة. وبعض النساء كذلك، وبعض الرجال هكذا، بل حتى ممن يسمون أنفسهم ملتزمين ربما أحيانا لا يقضون المجلس ولا يحلو مجلسهم إلا إذا وقعوا بعرض فلان أو فلان. مر النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته أو مسيره بجيفة ميتة منتنة، فنادى اثنان من أصحابه فقال: أين فلان وفلان؟ فجاء إليه عليه الصلاة والسلام قال: انزلا فكلا من هذه الجيفة. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ جيفة نتنة ميتة. قال: انزلا فكلا من هذه الجيفة. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إن كلامكما في أخيكما آنفا شر من أكلكما لهذه الجيفة، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا ذكر فلان بما يكره في المجلس قل لصاحبك اتق الله عز وجل ولا تذكره إلا بخير. فإن استمر، بعض الناس يقول: بس الذي أقول حقيقة. إن كان حقيقة فهي غيبة، وإن لم تكن حقيقة فجمعت إثمين: بهتان، غيبة وكذب. فإن كان حقيقة فهي غيبة يا عبد الله. فإن استمر صاحبك فقم من هذا المجلس ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج بقوم، في حديث أنس، بقوم لهم أظفار من نحاس، تخيل، أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم والدم ينزف طبعا، تخيل، مثل السكين يقطع وجهه وصدره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، من هؤلاء؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كلام لا تعلمه لا تتكلم به، كلام لا يرضى الله عز وجل به إياك أن تتلفظ به. كلام الناس غيبة. بعض الناس ما يحلو له الغيبة إلا في الدعاة إلى الله جل وعلا، يعني ترك يعني الغيبة حرام. ما يغتاب فقط عامة الناس، بل يغتاب طلبة العلم. أو لا يحلو له الغيبة إلا في الدعاة إلى الله جل وعلا، أو حتى المجاهدين. يا أخي العزيز، أقلوا عليهم اللوم لا أبا لأبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا. يعني هذا الداعية أو هذا العالم الذي أخطأ بزعمك، وكل بني آدم خطاء، على الأقل يسد ثغرة من الثغور. هو يعلم الناس، يدعو إلى الله عز وجل. ما أعنته ولا وقفت بصفه، بل جلست تحاربه وتغتاب. منبع الغيبة أحيانا يكون الحسد، منبع الغيبة أحيانا يكون ضعف الإيمان، منبع الغيبة أحيانا يكون الغفلة، منبع الغيبة أحيانا يكون الجهل. إياك والغيبة. إن أكلك للحم أخيك ميتا أحب إليك من أن تتكلم به أو عليه بسوء. فالله عز وجل بأن نحفظ ألسنتنا. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الغيبة. وصلى الله وسلم على نبينا